السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الفطيره تركيه اللي درت فيها بعض التعديلات. المهم غادي ندوز معكم المقادير. هنا عندي 450 غرام ديال الدقيق، عندي معلقه ديال الزبده، 2 معالق تقريبا تاع السكر سنيده، عندي الملحه، عندي بيضه، وعندي ربع لتر ديال الحليب الدافئ من طبيعه الحال. بالنسبه هنا درت الملحه، غادي نحيدها من هنا، نسيت حيت غادي نستعمل الخميره، يعني غادي ندير الخميره هي الاولى حيت بارد الحال، يعني درت معلقه كبيره ديال الخميره. غادي ندير السكر وغادي ندير الحليب، غادي نخلط. غادي نزيد شويه ديال الدقيق لانه باش تزيد تفعل لينا هاد الخميره، تعطي مفعول اكثر. ندير واحد المعلقه ديال الدقيق ولا جوج صافي. غادي نخلط واخا قلت لكم 450 غرام ديال الدقيق، يعني حسب شحال غادي تشرب لينا الحليب. هي اصلا كتهز ما بين 400 حتى 450. غادي ندير زيت البيضه، غادي نخلط. غادي نخلطو حتى تذوب لينا هاد الخميره في هاد المحلول هذا صافي. هاني خلطت الخليط، غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. كنستعمل يدي نزيد نكمل هاد الدقيق اللي عندي. 450 جاتني هي هذيك. غادي نجمع العجينه ديالي ونرجع معكم. هي العجينه من بعد ما جمعتها غادي نهز هاد الزبده اللي عندي وغادي ندخلها في العجينه. غادي نحاول ما امكنني ندلك العجينه
الزبده. يعني تندخل فيها الزبده مزيان، خاصها تدخل فيها مزيان. وندلكو فيها العجينه كما كتشوفوا. صافي هانتوما بدات كتجمع. ولات رطبه. الغرض ديالنا هو انها تدخل فيها ديك الزبده باش تولي رطبه. هي العجينه ديالي ولات مطاطيه، شفتوا؟ خاصها تولي على هذا القوام هذا. كنديرها في الاناء اللي عجنتها فيه، وكنخليها تقريبا كتختمر لمده 30 دقيقه، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ضروري انها تكون بهذا القوام، يعني تكون مطاطيه هكا. نرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم بعد ما خمرات ليا العجينه كما كتشوفوا. غادي نهزها، غادي نقسمها على 2 كويرات. غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، وندوز باش نوجد معكم الحشوه اللي غندير فيها. هنا عندي جديد فرماج، هما كيديروا فيها داك الجبن ديالهم. انا الصراحه ما عنديش، يعني الجبن تاع تركيا. درت هنا فرماج مربع، وهنا درت فرماج محكوك. نتوما تستعملوا اي نوع ديال الجبن اللي عندكم. غادي ندير فيه هذا النوع ديال الفرماج اخر الكريمي. ندير واحد المعلقه. نخلطو مع هذا الاخر. وكنديروا فيه واحد اصفر بيضه باش يجمع لينا هذا الفرماج هذا.
نستعملها فوق شويه احسن. يعني ما كنزيدو فيه لا ملحه لا بزار لا والو. هما كيديروا فيها المعدنوس. غادي نزيد فيها للتنسيم فقط الزعتر، واحد شويه ديال الزعتر. اللي ما بغاش ما يديروش. صافي الحشوه الاولى وجدات، يعني غادي ندير فيها جوج حشوات. الاولى غادي ندير فيها هاد الفرماج، هاد العجينه تقدري تخرجي منها يعني حتى الحلوه، يعني شي حاجه حلوه ديرها بالشكلاط ولا بلا كريم باتيسيير. ولا انا غادي نحاول على حساب ولادي ندير فيهم الشكلاط. صافي ها هي وجدات، غادي نحطها على جنب. غادي نرجع معكم. ها هي يعني الخبيزه الاولى ملي رسحت واحد شويه. شنو غادي ندير؟ غادي دهنت هاد هذه اللي غادي نخدم فيها، دهنتها بشويه د الزيت. غادي نسرحها واحد شويه كما قلت لكم. انا عدلت فيها يعني على حساب حنا شنو كنبغيو ناكلو. هاد الخليط رائع، حيت درتها وعاود درتها، يعني ماشي اول مره كنديرها. كنخليوها تسرح عاوتاني واحد شويه باش نقرصها ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نسرحها من بعد ما رتاحت شويه. تقدروا تسرحوها حتى بالدلاك، يعني باش ما تجيش هكا غليظه ومتقسه من الداخل. هذه الفطيره كتجي هائله رائعه في المذاق. انا شحال من وصفه تركيه جربتها الصراحه كتجي يعني لذيذه في الطعم.
غادي نديرها في واحد الانيه وغادي نرجع معكم ان شاء الله. سرحتها. هنا عندي واحد ياغورت مسوس وعندي واحد اصفر بيضه كنخلطهم. بجانب ان هاد الفطيره كتجي لذيذه، كتجي غنيه ايضا يعني مشبعه بالنسبه لشهر رمضان، يعني اروع ما يمكن انك تحطيه في الطبله ديال الفطور. كتشوفوا كندير عليها الفرماج. واحد شويه كميه قليله. عندي هنايا حبوب البافو، اللي ما بغاش حبوب البافو يقدر يدير فيها مثلا الزنجلان او المهم او السانوج او الصراحه الطعم ديال البافو تيجي زوين كيتواتا مع الفرماج. صافي غادي ندخلها للفران لانها خمرات في الاول، يعني ما غاديش نخليها عاوتاني تخمر، ونتلقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي. وغادي ندير معكم فطيره اخرى تاع الشكلاط يعني. ها هي غادي نسرحها. على شكل دائري. هذه تاع الشكلاط تنديروا لها الدقيق لان غادي تلصق لينا، يعني اللي بغات تغتنم الفرصه تخرج جوج الاشكال من شكل واحد. سورتو اللي عند هاد الدراري تيبغيو الشكلاط. صافي وصلت للسمك اللي بغيت. ونقطعها.
ثم يعني عجينه وحده تخرجوا منها جوج ديال الاشكال. بكل سهوله. انا فايتيه قدمت معكم فطائر تاع الفرماج، ولكن ماشي بنفس العجينه، ولكن تيكونوا بحال هذا الشكل يعني في الطريقه ديال الخدمه ديالهم. صافي يعني غادي نستمر هكا، ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي. من بعد غادي نكملوا ندهنهم بصفرة البيض وندخلهم للفران ونتلاقاو ان شاء الله. ها هي ملي طابت خرجتها من الفران، غادي نوريكم كيفاش كتجي. واحد الريحه يا سلام. نتوما شوفوا الفرماج الداخل وريحتها جميله بزاف. ولي كرواسون حتى هما اللي درت بهذيك العجينه تاع الفطيره، ها هما تيجيو زوينين واخا باقي سخان. نتوما شفتوا. كنتمنى هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتجربوا، خصوصا لشهر رمضان يعني الموائد الرمضانيه. وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.